السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كورس تعلم الإكسل للمبتدئين. خليني أسألك سؤال مهم جدا، عمرك كتبت معادلة في إكسل وفجأة لقيت قدامك حاجة غريبة كده وساعتها بتقول هو إكسل بيبوظ ليه كده؟ خليني أقولك حقيقة مهمة جدا تحفظها كويس، إكسل مش بيغلط، إكسل بيقولك فين الغلط وأنت تصلحه. كل ايرور بتطلع لك في إكسل هي رسالة بتقولك راجع الاسم، راجع الخلية، راجع نوع البيانات، بس المشكلة إننا ساعات ما بنفهمش الرسالة. في الفيديو ده إن شاء الله هنبسط موضوع أخطاء الإكسل وهنتعلم مع بعض الأخطاء المشهورة في إكسل ومعنى كل خطأ إيه وبيظهر ليه وازاي نصلحه في ثواني وبامثله عمليه. الفيديو ده مهم جدا لاي حد لسه بيبدا في اكسل او بيتلخبط في المعادلات او شغله كله ارقام وبيطلع له ايرورز كتير. لو عايز اكسل يبقى صاحبك مش عدوك ركز معايا ويلا نبدا. لو كده بصينا على الجدول اللي قدامنا ده نلاقي عندنا مجموعه بيانات لطلاب في 3 امتحانات مختلفه، وهتلاحظوا معايا ان في اخطاء كتيره قوي في الجدول ده. تعالوا نشوف مع بعض كل خطا سببه ايه وازاي نقدر نصحح الخطا ده. لو جينا بصينا على اول خطا اللي هو ديف على زيرو، يعني ايه ديف على زيرو او ايه هو الخطا ده وسببه ايه؟ الخطا ده بيظهر لي لو انت قسمت القيمه على زيرو او قسمت على خليه فاضيه. يعني لو جينا ضغطنا دبل كليك على الخطا ده هنلاقي ان هو هنا قسم الواحد على الزيرو، فعلشان كده ظهر له الخطا ده. علشان نصحح الخطأ ده هنشيل القيمة دي ونقول مثلا 100 على الاتنين، وبكده نكون صححنا الخطأ. ولو تلاحظوا معايا ان الاكسل بيبقى فيه معادلات مترتبة على بعضها، يعني انا لما جيت صححت الخطأ في الخلية دي لقيت ان الخطأ في باقي الخلية هو كمان اتصلح. تعالوا نشوف الخطأ التاني اللي هو ان على ايه. الخطأ ده بيظهر لي لو انا عندي القيمة مش موجودة. يعني ايه القيمة مش موجودة؟ تعالوا كده نضغط دبل كليك على الخلية دي. لو بصينا هنا بيقول لي VLOOKUP، ودي فانكشن هناخدها ان شاء الله قدام. الفانكشن دي خاصة ان هو بيدور على قيمة في مكان معين. هو دلوقتي بيدور على كلمة بيولوجي في الخلية من N6 ل O6 اللي هي ايه بالظبط؟ اللي هي الخلية المتظللة عندي هنا. انا هنا مفيش اصلا كلمة بيولوجي، فبالتالي هو مش لاقيها، فعشان كده اداني ايه؟ ان القيمة غير موجودة، او اداني الخطأ اللي بيمثل ان القيمة مش موجودة اللي هو ان على ايه. طب انا لو جيت عملت هنا وكتبت له بيولوجي وحطيت قدامها مثلا 50، اصبح ان الخطأ هنا اتصلح لان هو راح دور على كلمة بيولوجي ولقاها وراح حاطط القيمة بتاعتها. نيجي عند الخطأ اللي بعده اللي هو فاليو يعني نوع البيانات غلط. يعني هو محتاج مني نوع بيانات معين، فنفترض ان هو محتاج نص وانا اديته رقم، فبالتالي هو اداني كده ان في خطأ في نوع البيانات ده. فالخطأ ده بيظهر لي على شكل ايه؟ على شكل كلمة فاليو. طب عشان اشوف الخطأ هنا ايه اعمل دبل كليك على الخلية. هنا انا عندي بيانات الدرجات بتاعه الانجليش، فهنا المفروض ان كل البيانات هي عباره عن ارقام. هو هنا بيديني تكست، بيديني نص، فعشان اصحح الخطا ده انا همسح النص ده ولنفترض نحطه ايه 90. اول ما صححت الخطا هنا لقيت ان كل الخلايا اللي فيها الخطا اتصححت اللي هي مترتبه اصلا على الخليه اللي كان فيها الخطا الاول. طيب نيجي للخطا اللي بعده اللي هو الريف. الخطا ده بيقول ان انا عندي مرجع غير صالح. يعني ايه مرجع غير صالح؟ يعني انا مسحت خليه او عمود بستخدمه في معادله. تعالوا نشوف كده الخطا هنا سببه ايه. هنضغط دبل كليك على الخليه. هنا بيقول لي الفيلوكاب اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، راحت دورت في مكان على كلمه ساينس ما لقيتهاش. المكان اللي هي دورت فيه انا مش عارفه، فبالتالي انا هعمل لها مكان جديد واحط لها فيه كلمه ساينس. طبعا انا دلوقتي عشان نصحح الخطا، لكن في الحياه العمليه لا، انا بشوف ايه المكان اللي فيلوكاب اصلا بتشير ليه اروح عنده واصحح الخطا فيه. بس هنا عشان نحاول نصحح الخطا تعالوا كده نحط هنا كلمه ساينس، ناخد الاول انتر، نحط في الجزء ده كلمه ساينس. خلي بالكم كلمه ساينس انا هحطها زي ما هي مكتوبه بالظبط في المعادله بتاعتي، وهحط قدامها مثلا 50. لو تلاحظوا معايا هنا بعد ما انا حطيت له كلمه ساينس اللي كان بيشير ليها دور على كلمه ساينس وخد القيمه اللي قدامها، لان ده اللي فيلوكاب بتعمل كده. تعالوا نشوف الخطا اللي بعده اللي هي كلمه نيم. نيم يعني اسم غلط، اسم الداله غلط او نطاق عندي مكتوب غلط. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوف الخطا هنا هو عباره عن ايه بالظبط. هنضغط دبل كليك على الخليه. هنا بيقول لي يساوي اكس واي زد 1 2 3. لو بصيت على العمود بتاعي هلاقي ان العمود بتاعي فيه كله اسامي ما فيهوش اصلا دوال. اذا انا عندي هنا يساوي، احنا قلنا لو اول ما بنكتب يساوي يبقى احنا كده بنتكلم عن داله، فهو هنا مش عايز داله، هو عايز اسم. فانا عشان اصحح الخطا ده انا مثلا هكتب له اسم محمد وادوس انتر. هنا الخطا بتاعي راح. نيجي على الخطا اللي بعده اللي هو النم ده هو خطا بيمثل لي رقم غير منطقي، يعني رقم كبير جدا او عمليه مستحيله. تعالوا نشوف الخطا ده ايه سببه. هنا بيستخدم داله الجذر التربيعي، بس بيعمل جذر تربيعي لعدد سالب. طبعا مفيش جذر تربيعي لعدد سالب، فعشان كده هو اداني نم، يعني انت العمليه اللي بتطلبها دي عمليه مستحيله. طب عشان اصحح الخطا ده انا هشيل الماينس واقول انتر، هلاقيه ان هو صحح لي الخطا واداني الجذر التربيعي بتاع ال 16 4. نيجي عند الخطا اللي بعده اللي هو الكالك، والخطا ده بيظهر لي نتيجه ان انا عامله معادله داخل الجدول بتاعي، معادله هنا كده، والمعادله دي فاشله وفيها مشكله. تعالوا نضغط دبل كليك على الخليه، هنلاقي ان هو هنا بيفلتر لي الجزء ده
من الجدول وبيدور على كلمه توم. طبعا لو جيت بصيت في الجزء ده من الجدول هلاقي ان مفيش اصلا كلمه توم، عشان كده هو ما شافهاش، لان كلمه توم هي بعد الجزء ده من الجدول. انا عشان اصحح الخطا ده هكبر له النطاق بتاعه، اقول له ان انت هتوصل لحد اخر الجدول وتدور على توم وادوس انتر. هو وصل لحد نهايه الجدول ودور على توم وفعلا لقى توم وجاب ايه الاي دي بتاعه. تعالوا نشوف الخطا اللي بعده اللي هو النال. نال ده يعني انا استخدمت مسافه غلط او استخدمت معادله وكتبتها بشكل مش صح، فيها اي تركيه غلط. لو جينا نشوف مثلا الخطا هنا عباره عن ايه، هنضرب دبل كليك على الخليه هبص الاقي ان انا بعمل عمليه جمع للدي 13 والاي 13. بس لو كنا نفتكر ما كناش بنعمل مسافه ما بين كل قيمه والتانيه، احنا كنا بنحط كوما زي ما تشوفوا تحت كده، هو حاطط كوما. فبالتالي انا لما عملت مسافه هو ما فهمش الداله دي لان هي مش مكتوبه صح. انا عشان اصحح الداله دي هحط له الكوما وادوس انتر، اصبح الداله بتاعتي اتصلحت. نيجي بقى لاخر خطا واسهل خطا اللي هو الهاشتاجز الكتيره قوي دي بتبقى عباره عن قيمه اللي موجوده في الخليه اكبر من مساحه الخليه، فبالتالي بتديني الهاشتاجز الكتيره قوي دي. فعشان اصحح الخطا ده انا كل اللي بعمله ان انا بوسع الخليه بتاعتي شويه وبالتالي الخطا بتاعي بيتصلح. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده اتعلمنا اخطاء اكسل هي مش مشكله، هي رساله بتقول لك فين الغلط، وشفنا مع بعض اشهر الاخطاء اللي بتقابلنا في اكسل. عرفنا ان كل ايرور ليه سبب واضح وليه حل بسيط جدا لو فهمنا الرساله صح. افتكر دايما اول ما تشوف ايرور ما تقلقش، اقرا الرساله، افهم السبب، عدل المعادله. فهم الاخطاء هيوفر عليك وقت كبير وهيخلي شغلك في اكسل ادق واسهل واسرع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.